ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب، وصحة وأمان وسعادة. بصوا بقى فيديو النهاردة، يعني بصوا خطير خطير حرفيا. أي عروسة، أي حد عنده مشكلة في جسمه، في جلد جسمه، يعني في جلد الوزة، عايز نظافة كده من الآخر ويعملها هو لنفسه في البيت من غير ما يتكشف على حد أو يجيب حد تاني يعملها له أو كده، أو لو أي حد بيشتغل في الحمام المغربي أو كده، المنتجات دي خطيرة واستخدموها للناس بجد تحفة تحفة رهيبة. تعالوا بقى اوريكم بالتفاصيل عملت ايه. اول حاجة قلنا هناخد، اول حاجة قالت لي نجيب كده طبقين، قالت لي هاخد معلقة ونص من ده، دي المعلقة. اولا اصلا الباكج تحفة، الحاجات شكلها اصلية يعني بجد، شكلها لا مختلف، اللي هو جاية من المغرب عليا يعني مثلا. فحط كده ايه معلقة ونص هنا من الصابون عليها، طبعا هي شرحالي الطريقة. معلقة ونص من الصابون ده اهو، صابون بلدي مغربي تمام. وعليه معلقة من التبريمة دي، المفروض ان هي 21 عشبة مغربية، وفيها 3 انواع من الاملاح، وبتنقي وتصفي الجسم وبتصفيها وبتنعمها، وتفتيح، ولو في اي علامات تقدم سن، وازالة خلايا ميتة. بص اللي هو بتظبط التظبيط، اسمها تبريمة تمام. المفروض ان انا هفتحها كده، لسه العبوات اصلا نضيفة قوي بصراحة، بس انا خلاص ما عدتش يعني عايزة افتحها بقى. شوفوا غبائي اهو. هاخد منها معلقة تمام على الصابون ده، هخليها معلقة وربع عشان انا تمام. المفروض بقى ان انا كده خلاص، والباكج اهو بيقفل. بصوا الشياكة، انا كنت زي الغبية راح اقطعه. وهحط عليه شوية مية تغطيه، بس قالت لي تغطيه، مش يعني هما كانوا في الكتل، بس هم حطي عليها كمان خميرة، كيس خميرة. انا مش عارفة، اول مرة اشوف الخميرة دي فورية، فهحطها ومش هستخسر في نفسي والله اهو. وكمان عصرة ليمونة لو ما بتتحسسيش، لو بتتحسسوا ما تحطوهاش، وانا الحمد لله جسمي مش بيتحسس من الليمون، فحطيت النص ليمونة دي لان هي هتبقى للجسم كله تمام، يعني مش لحتة صغيرة يعني. المفروض بقى ان انا اغطي الكلام ده بمية، من المية اللي انا حطيتها قليلة جدا، ام سوري. فهغطي الكلام ده بحبة مية من نفس زيت الكتل، هم مش سخنين يعني، هم اصلا كانوا بس في الكتل كده. وعلى الناحية التانية هروح اقلب الكلام ده، وعلى الناحية التانية هحط بقى في الطبق التاني ده، يعني انا عشان قبل ما الفيديو يقفل مننا، وبعدين نبقى انا اقلب بقى واوريكم. هو انا اكتشفت ان هي قايلالي ميه دافيه، وانا اللي متخيله ان هي ميه عاديه تمام. فبسخن شويه ميه في الكتل، وفي التوقيت ده انا سايبه الحمام مقفول ومعليه ميه سخنه كتير، بملى البانيو علشان يعمل بخار جامد جدا، لان قالت لي برده ان دي خطوه مهمه قوي، عشان بقى الايه الحمام المغربي يطلع تمام قوي، يعني اللي هو ما يطلع بقى اي حاجه، ويبقى يعني زي ما الكتاب بيقول، زي ما بيقول تمام. فانا هي بدات تسيح اهي، اول ما الكتل بس هيخلص، عشان كده عامل صوت عليكم على صوتي. هحط برده شويه صغيرين، لان اللي انا حطيتهم اصلا صغيرين على الكميه، هحط شويه صغيرين هيبقوا سخنين، فهيدوبوا الكلام ده بسرعه تمام. ده كده اول طبق. تاني بقى طبق هجيب الطمي ده، الطمي ده حجاره، هاخد منه كام واحده، مفروض ان هو سريع الذوبان تمام. هاخد منه كام حجاره كده. بصوا الحاجات فوق الطمي، تحسوا ان الحاجات لا مختلفه، يعني الحاجات ما شاء الله مختلفه. فانا حطيت دول كده، والباكجنج بقى مش قادره اوصف لكم. بصوا حاجات بتتقفل كده، وحاجات بنت ناس قوي. المهم حاجات متعوب عليها كده، فاهمين؟ مش عارفه، حاسه انا عايزه من قبل حتى التجربه باين عليها. فهحط شويه ميه سخنين هنا، هي كانت قايله لي دافيين، فعشان يسيحوا الدنيا هنا في ده تمام. وهحط على ده كمان شويه برضو دافيين، ومفروض ان هم يغطوه كده، ده بيتساب للاخر، اللي هو الطمي ده بيتساب للاخر خلاص متغطي كده وهيسيح يعني. بصوا بدأ اصلا يدوب يعني،
دايب اصلا يعتبر خلاص. انا لو عملت كده بمعلقه، بصوا لو عملت كده بمعلقه تلاقوا الدنيا خلاص دايب اهو، يعني يعتبر بصوا خلاص كده. بس المفروض ان ده للاخر، وممكن شكلي كده كترت ميه، فانا ممكن احط كمان حبه عشان انا شكلي حطيت ميه، ياكلي معلقتين بالظبط. انا زودت حبه ميه فهحط ايه كام حاجه من الطمي كده. تمام. وده حطيت هنا بقى خلاص كده اهو. تمام. اول ما حطينا الميه الدافيه بدأ خلاص يعني يسيح خالص، عشان ده اللي هنبتدي بيه. واقول لكم بقى هنعمل ايه. خلاص كده يلا يا عمي. ده كده خلاص داب وتقل شويه لما انا حطيت عليه كمان تاني اهو. بس هنسيبه للاخر، ده اخر مرحله. في الوقت ده برضو التويلت الميه السخنه شغاله فيه، والليفه منقوعه. اول خطوه قالت لي بيتيها اول يوم في الفريزر ليله كامله، والتاني حاجه بنقعها قبل الحمام المغربي في ميه سخنه. الحاجتين دول عملتهم. هبل بقى ايدي كده بميه دافيه واجيلكم. الليفه بقى جبتها من الميه. بصوا صنع مغربي ماركه مسجله. لا هو يا جماعه باين، والله باين على الحاجات. المهم نلبسها بقى كده نشوف هنعمل ايه في الموضوع ده. عايزه اوريكم بس المفروض ان انا بقى ايه اعمل كده. شايفين والله العظيم من اول لقطه اللون لسه اصلا ما كملتش حاجه، يعني دي اول دعكتين. النظافه دي بقى تنمك هيطلع من الحمام ده ولا ايه؟ بصوا لسه الطمي المغربي ما اتحطش ولسه ما دعكتش، يعني واحدتين قدامكم اهو. ما شاء الله. لا فرحانه والله العظيم فرحانه. ويعني عايزه اقول لكم اصلا ام محمد صاحبه الجروب اللي بعتلي الحاجات دي، اقسم برب العزه انا يعني كل الناس اللي انا اشتغلت معاهم فوق راسي وحبايبي، وبجد يعني كلنا بنطلع بعد الشغل بنبقى صحاب. اي حد بعمل له اعلان او دعايه او بنجرب حاجه سوا، او حتى ببقى شاريه منهم الحاجات وبلاقيها حلوه مثلا وبطلع اقول لكم عليها. بس ام محمد دي حد محترم جدا. لما حصل موضوع فلسطين، لما حصل موضوع العمره وانا رايحه، استنتني فتره العمره كلها، اللي هو اهم حاجه عندها لا جربي وشوفي فعلا وكذا. لما حصل موضوع فلسطين قلت لها مش قادره اطلع يعني وكده، والاحداث والدنيا طيب ومتفهمه جدا وتدعي لهم. فبجد حد كده اللي هو اصلا بعيدا عن اي شغل وبعيدا عن اي منتجات انتوا تحبوا تشتغلوا معايا، فربنا يبارك فيها بجد. ومن خلال الفيديو انا بشكرك بجد على تفهمك، على انتظارك، على وقت كتير جدا. الحاجات دي عندي بقالها اكتر من شهر، فبجد يعني شكرا من كل قلبي على تفهمك للوضع. بس هي برضو ده شغلها وليها حق ان هي تشتغل حياة، يعني ربنا معاهم يا رب وينصرهم ويقويها ويعينها. بصوا شايفين النظافة؟ اظن باين حتى كانتان مكة اللي انا كنت بوريه لكم ده الدرجة قلت من اول الفيديو. بصوا لسه ما كملتش. المفروض بقى ان انا ايه خلاص هقلع دي وهاخد من دي وهعمل كده. همشي معاكم خطوة بخطوة. وكمان جايبالي حاجات المفروض ده برضو يقعد 10 دقايق عشان ده طبيعي جدا وحلو قوي يعني. طب بقى الفراولة اصلا النتيجة الباكج حلوة قوي. دي انا مجرباها حقيقي كانت تحفة. بصوا المنظر، دي بالفراولة وثابتة وريحتها حلوة جدا وبتدي نعومة اللي هو لا عظيمة. في كمان مسك برضو بالرمان هوريهولكم. بصوا بقى ثابته قوي، حطيت منها على الشفايف تبقى كترتيبها حلوه قوي وكلون. ده بقى اعملها هنا الباقي. نظافه يا جدعان نظافه. المسك بقى ده بصوا مسك رمان ريحته حلوه قوي، حط منه هنا
نقطة بس كده. بصوا ريحته رهيبة. الحاجات دي بقى انا حاطة منها كذا مرة، فعشان كده عارفة الريحة. ثبات بقى، وبصوا عيشوا بقى حياتكم نظافة نعومة. لا ما شاء الله بجد، حاجاتك تستاهل 1000 ريفيو وحياة ربنا. تسلم ايدك.